هو انا ينفع احفر في تربه فيها ميه؟ اكيد لا طبعا، ودي فايده الجسات اللي بعملها في الاول قبل ما ابتدي في اعمال الحفر بتاعتي. طيب ايه اللي ممكن اعمله لما تقيل التربه يطلع لي ان في مياه جوفيه على بعد 2 او 3 متر من منسوب سطح الارض الطبيعي بتاعتك، مع العلم ان انا عايز احفر على منسوب ابعد من كده؟ هنيجي بقى هنا البند مهم جدا، وهو نسح المياه الجوفيه من التربه بتاعتي تماما، وعلى حسب عمق المياه الموجوده وعمق الحفر اللي عايز اوصل له اختار طريقه من 4 طرق تعالى اقول لك عليها. لو افترضت ان الميه اللي متجمعه عندك في الارض بتاعتك مياه سطحيه مش جوفيه، جت من شويه مطر او تسريب في ماسوره صرف عموميه، فدي مشكله سهله. واول حاجه بعمل حاجه اسمها طرنش، بحفر حوالين مسطح الارض بتاعي بالكامل داير ما يدور، وبيسموه حفر طولي شبه الخندق كده، وبيكون ليه عمق معين. بملى الطرنش ده زلط عشان اسند جوانب الحفر بتاعتي والتربه متهيئه، وده عشان اسرع عمليه شفط المياه باستخدام البمب، لان الزلط مسامه واسعه عكس التربه الرمليه اللي بتكون مسامها ضيقه جدا، فبتخلي الميه تطلع من التربه بتاعتي في مسافات عاليه جدا وقريبه جدا من منسوب السطح بتاعي، نتيجه حاجه بيسموها الخاصيه الشعريه، وبتخلي الميه تطلع لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. شفطت بالبمب والدنيا تمام، ومنسوب الميه قل عندك عن المنسوب الحفر اللي انت عايز توصله، ابدا احفر واعمل الاساسات والاوعيه بتاعتك وتوكل على الله. طيب لو الميه دي مصدرها خزان مياه جوفيه وما طلعتش ميه سطحيه ولا حاجه، يبقى دي مشكله ثانيه ومش هينفع معاها الطريقه دي، وهنضطر نلجا لطرق ثانيه هقول لك عليها بعدين الفيديو الجاي. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.